الله بالخير يا أهلي وناسي. اتعلمت من أمي حكمة كلش مهمة، وهي أن أعطي كل من طينته بخده. يعني شنو؟ يعني ما أسمح لأي شخص أن يسيء لي أو يجرحني أو يقلل من قيمتي. وهذا كله ليش؟ لأن الله خلقنا أحرار، والعمر واحد، والرد جزء من احترامنا لذاتنا. لذلك تعلمت أن أرد، أكيد هذا الرد حسب تصرف الآخر، مو بس هاي، وعرفه مكانته. ولا تقولوا لي إلها علاقة بالرقي والأخلاق، أبداً ما إلها كل علاقة. الراقي راح أتعامل وياه برقي، واللي يحترمني أحترمه، لكن اللي يسيء لي ويتعمد هذه الإساءة أكيد أرد له صاع صاعين. الله خلقنا أحرار، ولازم ما نسمح لمنهب ودب أن يتجاوز علينا. فهذا الفيديو هو رد اعتبار إلي بالدرجة الأولى، وثانياً أجاوب على واحدة من السؤالات مستلمتني من أول ما ظهرت لليوم، تغط وترجع علي وتتجاوز وتسيء لي. خلينا أنا وياكم بدل هذا الحكي أشوفكم وأسولف لكم هذه السعلوة إيش سوت ويا أسأل السؤالات. بدتها وياي بنصيحة: إيش رايج تتحجبين؟ وأسأل السؤالات قلبها مورم وجزعانة من هاي الناس، لكن رغم هذا رديت عليها بكل هدوء وأدب. شكرا يا حبيبتي على النصيحة، وظلت يمي أتقبلها أو لا هذا الشي بيني وبين ربي. اللي هنا وتكف لا، رجعت مرة ثانية وكتبت لي نفس النصيحة، وشافتني ما تجاوبت ولا رديت، غير المفروض تحترمين نفسك وتنسحبين. أبد. أشو هاي جابت لي صويحباتها السألوات وراحت على كل مواقع التواصل الخاصة بي. غلط وحكي يعكس أخلاقهن وتربايتهن. عاد اللي هنا أسأل السولات ما سكتت. أول شي سويته دخلت على صفحتها وعلى الفيس وعلى الانستغرام، عادي بنية منزلة صورها واثقة من حالها. المصيبة وين؟ المصيبة بتنصح بالحجاب وهي حجابها نص ردن وباب أخلاقها مشرع. لا يم الحجاب ولاحظة الله وكيلكم، عود حاطت لها وصيلة مغطيت لي شعرتين من راسها وجاية تنصحني على الحجاب. ستر روحك يا العار بدل ما تجيني. والله عندي متابعات وصديقات أشكال والوان، محجبات ومحتشمات وحتى منقبات. عمرنا ما حكينا بهيجي سالفة، لهن تدخلن بخصوصياتي وقاعدن يحجن بالحجاب وياي، ولا أنا سألتهن شو وقت تحجبتن. بالعكس، يوم اللي هن فتحن الموضوع نظل نسولف. بس ما شاء الله عليهن، محتشمات قلب وقالب، وحجابهن حجاب حقيقي. وأفتخر أقول عندي هيك متابعات وصديقات محتشمات ومحجبات. وظلت يا رب العالمين ما ندري إحنا البشر منو الأقرب إلى الله. فهذه المواضيع مواضيع حساسة، ما لازم ننصح بها ولا نسولف بها، لكن لكل حادثة حديث. وأرجع لهاي السعلوة وحجابها نص ردن وجسمها نص طالع وملابسها خفيفة وجاية علي وعلى غيري تنصحنا. عاد أسأل السؤالات ما ترد عليها جواب اعتيادي. سويت لها قصيدة غسل ولبس وتلوق إلها ثوبين والثالث يقش، ومن ورا الثوبين بين لك نقش، مدندشة بفضة وذهب وماكو شارع ما عتب. ثوبك مدايل قصير وطالع الرجلين شو جنهن كرش، ملفلفة بشال وعباية كل لبسك بيده غش. أفكارك الكلها خلل، تخطين سمك بالعسل. لا هدف عندك، لا أمل، بيتك الهيمة بلا رقيب، كل غرفة بيها شقد علل. مشغولة بالقال وقلت، ملتهية بالصار وحصل، تتبرنون النسوة منك شبح، كاف طلع من الوحل. شوفي نفسك يا حظي، شوفي حالك
وعوفك شلبست أسل، طلعي من راسك أسل. شلون؟ وين الواقفة ترش على الورد ماي، وين الطالعة بكل بار تسهر، وين القاعدة والوجه تفاح، وين الراجعة والوجه أصفر.